والله جانا الضيم جابنا السوق، يعني قصب وسوق قصب وسوق. لما وصلنا قالوا هذا المخيم آمن وجينا بهذا المخيم. داعش قالكم صار من 5 سنين هون. ايه داعش قالكم. اي والله داعش. اي والله. اي والله صرنا ضحيه، والله صرنا ضحيه وحين صرنا ضحيه. والله احنا نسمع نسمع بالقتل واحنا يعني نخاف، احنا نخاف اللي كله والله. ما انتوا عم بتخافوا هلا تحكوا مشان ما تنقتلوا. ايه لا يعني نخاف احنا، يعني اللي كله يعني نخاف نسمع، احنا نخاف. صار لي سنتين مخيم هون. كيف وضع المخيم هون؟ عادي، مو كويس اكيد. من اي ناحيه؟ من كل شيء. على دائما خايفين، يعني بنسمع في حالات قتل. كله تغير، قلبت حياتي قلب. من اي ناحيه؟ يعني كنت عايشه احسن من كل شيء، يعني حدا بيحب يسكن بيت مثل بيسكن بالخيمه. انا تربيه اولادي ما عم بحسن بربيهم مثل ما بدي بالمخيم، لانه دائما برا ما رح يكون في مستقبل اكيد ولا تربيه. اكيد اطلع لوين؟ لبرا، المهم برا. اكيد بدي ارجع قوي وارجع اعيش من جديد. اكيد الحياه اللي عم اعيشها هم مثلي برا ما تشبه ابدا. ما رح اوجه ولا نداء لانه ما تعبت من الحكي، الى الله المشتكى وبس. بعيش حياتي بعيد عن اللهب والظلم. الحمد لله كنا قبل يعني احسن، الحمد لله كنا عايشين يعني بجوز كان يصير قصف او يصير هيك، بس بتحسي حالك ليش بامان، ما بعرف، مع انه في قصف وهيك بس بتحسي بامان اكثر من هون. البيوت بيركب بيت سكر عليكي بابك، يعني اذا صار قصف اني متي مثلا اني قدر الله، بس ما في شيء خوفانه منه. هون في خوف، لا يعني خوفانين من كل شيء هون. يعني بسكري الخيمه اي حدا بحسن سكينه بشقه بدخل يسرقك. يعني نحن سرق لنا مثلا 50,000 تليفون، يعني ما بعرف انام انا على السوا. يعني هون عندي بنات وعندي شاب كمان، بتم خوفاني على الشاب وخوفاني على البنات. من هذا الصغار عندي انا 6 احفاد تربيتهم ابدا سيئه، ما عم بحسن اربيهم كويس. في الصبح بيطلعوا على الشارع بضربهم بدخلهم، بس الضرب هاي مو حل. انا تم اضرب يعني الولد ما بتربى الضرب، وبالحكي ما بيفهم بده يطلع على الشارع. بقى بالبيت بتسكري الباب، نحن ما كان عندنا العاده ان الولد يطلع على الشارع الا مع امه، يرجعوا على المدرسه كمان بيرجع على المدرسه، بيرجع بتاخر 5 دقائق لا بتعاقب لا ولا بتروح الام بتدور عليه. بس هلا الولد 24 ساعه بس بنام يعني بالخيمه، كله بالشارع. الشارع بتعلم الولد عادات سيئه، مثلا هو عنده عاده سيئه بعلمها لغيره، غيره عنده عاده سيئه بعلمها، الولد بصير ممرض. لذلك الله هيك ان شاء الله يفرج علينا ويطالعنا هيك اقل شيء اني نحسن نربي هالولاد. صاروا الاولاد من مسؤوليتنا، اولادنا واحفادنا من مسؤوليتنا، نحن ما بقى في رجال. والله شيء ما في فاز محدد، يعني ما في مكان محدد. لكن كلياتهم يتعرضوا؟ يعني كل فتره يعني كل فتره بنسمع انه في مثلا صار قتل بالمكان. يعني انا بخاف على ابني شاب، اني حتى لو حدا يتهمه انه هو عم يقتل حدا ياخذ لي. يعني هون يصير اتهامات باطله؟ اتهامات باطله كثير، يعني حدا انزعج منه يقول اني هذا والله عم يقتل، وهذا شاب يعني عمره 15 سنه بجوز. يعني كمان انا بخاف عليه كثير اني يروح هيك شاب. بدي اطلع من هالمخيم لاني انا ماني متعلمه على عيشه المخيم وما بحسن اكمل عيشه فيه واربي الاولاد تربيه كويسه. ان شاء الله اذا طلعنا بنحسن اني نضب هالاولاد ترجعوا تكونوا حالكم من جديد. ونربيهم ندرسهم هيك ان شاء الله. يعني نحن هدفنا تربيه الاولاد اكثر من نفسنا.